وتاني يوم وقت الغدا بيكون اللاعبين عايزين يعرفوا من سيونج ايه هي اللعبة التانية، فبيعرفهم ان اللعبة التانية اسمها دلجونة، عبارة عن 4 اشكال معمولة من حلوى السكر، واسهلهم شكل المثلث واصعبهم المظلة. وبعدها بيقعد القائد مع سيونج والمتنكر في زي اللعب رقم 001 وبيسأل سيونج ليه رجع للعبة من تاني بعد ما خد 45 مليون وان. فبيعرفوا ان الفلوس دي مش ملكه لانها ملك كل شخص كان في اللعبة ومات. ووقتها بيحاول سانوس يستفز ميونج وبيطلب منه يكسب عشان يرجع له فلوسه اللي خسرها بسببه، وبيمسك ساعتها الاكل وبيحطه في وشه، فبيتخانق ميونج معاه وبيضربه، لكن ثانوس بيقدر يقوم ويضرب ميونج بعنف. فبيتدخل في اللحظه دي 001، لكن ثانوس بيسخر منه وبيحاول يضربه هو كمان، فبيمسكه 001 وبيضربه بعنف شديد لدرجه ان ثانوس بيترجاه يسيبه. ووقتها بيسقف كل اللاعبين ل 001 عشان وقف ثانوس عند حده. وبالليل والكل نايم بيروح 001 يتكلم مع سيونج وبيقول له ان زوجته مريضه جدا ومصابه بتليف كبدي حاد ومحتاجه لزراعه كبد، وعانى جدا عشان يلاقي متبرع، واضطر يستلف فلوس من تاجر بيشتغل معاه، وافتكر الناس وقتها ان بياخد منه رشوه واتطرد من شغله ساعتها. وعشان كده اللعبه دي هي امله الوحيد عشان يقدر ينقذ بيها زوجته، حتى لو كانت الفلوس اللي هيكسبها ملطخه بالدم. وفي الاثناء دي في غرفه الجراحه بنكتشف ان الموظفين بيشرحوا جثث اللاعبين اللي ماتوا عشان ياخدوا منهم اعضائهم ويبيعوها، وبيتصدموا ان اغلب الجثث اعضائها غير صالحه للبيع عشان عدى على موتهم وقت طويل. فبيبلغ واحد من الموظفين المشرف وبيعرفوا ان الجثه ميته بطريقه غلط، وفي شخص ضربهم بالنار مرتين عشان يتاكد من موتهم. فبيسالهم المشرف مين اللي عمل كده، وقتها بيبلغوه انها الموظفه رقم 011، وبنعرف انها نيول. وبعدها بتكون نيول واقفه قدام المشرف وبيعرفها انه عارف انها ضربت النار مرتين على اللاعبين اللي خسروا عشان تتاكد من موتهم، وبيقول لها انه من ساعه ما شافها اول مره هو بيشفق عليها وعشان كده يديها فرصه تانية، والقائد مش يعرف باللي حصل. فبتقول له نيول انه لما وظفها هنا قال لها ان مهمتها هي تخليص اللي بيحسوا باليأس من معاناتهم، لكن اتفاقه دلوقتي معاها اتغير والموضوع ما طلعش كده. فبيتعصب منها المشرف وبيقول لها انهم بيستخدموا الاعضاء دي في انقاذ ناس تانية. بتسيبه نيول وبتمشي. وبعدها بنشوف جون هونج وهو رايح لاسم الشرطه وبيطلب من رئيسه انه يساعده، لكن رئيسه بيكون متعصب منه عشان قدم استقالته من غير ما يقول له، لكن بيحاول برضه يساعده. وساعتها بيروح جون هو مع رئيسه لمأمور مركز الشرطه عشان جون هو يطلب منه انهم يدوروا على المكان اللي بيحصل فيه لعبه الحبار، لكن مأمور الشرطه بيتعصب عليه وبيعرفه ان مفيش قضيه من غير دليل، ولما يكون معاه الدليل ساعتها بس هيصدقه، وبيسيبه ويمشي ومتعصب جدا. وبعدها بنشوف كيم وقاعد مع بارك القبطان اللي بيساعده هو وجنوب في البحث عن الجزيره، وبيقعد كيم يحكي له عن سيونج واللعبه. ووقتها اللاعبه 222 اللي اسمها جون هي بنكتشف انها تعرف ميونج اللي بيتفاجئ بوجودها لانه ما خدش باله منها ولا شافها. وبنعرف كمان ان جون هي حامل من ميونج واتفق معاها انها تجهض الجنين لكنها رفضت وقررت تحتفظ بيه، وبتعرفوا انها فرحانه فيه عشان فانس ضربه. وبعدها بتبدا اللعبه الثانيه وبيكتشف سيونج انها لعبه جديده ومطلوب منهم انهم يتقسموا الفرق مكونه من 5 افراد، وبيتخانق اللاعبين ساعتها مع سيونج عشان فاكرينه كدب عليهم لما قال لهم ان اللعبه الثانيه هي لعبه حلوى السكر. فبيدافع عنه 001 وبيقرر يكون في نفس فريقه، وبيكون معاهم جونج باي ودايهو، ووقتها بيكون ناقصهم شخص واحد بس. فبيتفاجئوا بجون هي بتطلب منهم تنضم لفريقهم لانها حامل ومحتاجه المساعده. وفي نفس اللحظه دي بيعاني اللاعب يونج سيك عشان ما حدش راضي يدخله الفريق، وده لان معاه مامته العجوزه. فبتطلب منه مامته انه يسيبها ويلحق ينضم لاي فريق، لكنه بيرفض يسيبها لوحدها. وفي النهايه بيلاقوا فريق ناقص وبينضموا ليه. وبعدها بتبدا اللعبه بعد ما اكتملت الفرق، وبيعرفهم الموظفين اللعبه هتتلعب ازاي، وبيقول لهم ان في 5 العاب مصغره كل واحد من الفريق هيلعب لعبه منهم ولازم يفوز فيها عشان يقدر يخلي فريقه يكسب، لكن رجلهم هتكون مربوطه ببعض. وبيبدا الخوف يبان على الكل، هم شايفين بعض الفرق بتفشل وبيتعرضوا للموت بطلقات الرصاص، وبيجي الموظفين ياخدوا اللي ماتوا في توابيت. وساعتها نيول لما بتلاقي حد منهم لسه فيه الروح بتضربه بالرصاص في راسه.